السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت بهاد الفيديو تاع بقلاوة لا باتا فيلو، بقلاوة بريستيج بلا باتا فيلو، بطريقة سهلة وخطوة بخطوة هكذا تولوا تعرفوا ديروها بأسهل طريقة، وإن شاء الله تعجبكم هاد الكيفية وهاد الطريقة ومتابعة طيبة. نروح مباشرة لطريقة العمل. عندي أنا هاد السنيوة اللي راح ندير فيها رحيت اللوز، هاولي كيفاش رحيته وحطيته داخل السنيوة باش نسيي شحال السنيوة هذه ترفد لي. أنا كان عندي هنا كيلو تاع لوز، رحيته باش نشوف السنيوة هذه شحال ترفد لي. خلطت اللوز وجوز وشوية تاع بندق، مكسرات، وانت ديري واش حبيتي، لوز جوز واش حبيتي ديري. نقيس باش نعرف شحال هاي الكميه اللي جاتني. درت كاس غير اصبع تاع سكر حبيبات، ودرت مغرفه كبيره تاع لافاني وكميه صغيره تاع قرفه، نص مغرفه صغيره هكذاك تاع قرفه. خلطت كامل المقادير مع بعض. سهله، اسهل طريقه ما من هذه ما كانش. خلط مليح، جبت سنيوه ذوبت. انا عندي هنا كيلو تاع لوز، شد لي كيلو تاع سمن. آه، كيلو تاع سمن هذا ذوبته خليته برد، وزدت له زبده انايا. وتدهني البلاطو تاعك مليح مليح وتبداي ديري في طبقات تاع باتافيلو. وباتافيلو دائما تغطيها باش ما تنشفلكش. درت واش عليك تكون مقطعه ولا من بعد لازم تسقميها من بعد، خاطر راح يكونوا طبقات ما تبانش. دهنت الطبقة الأولى ودرت الطبقة الثانية وراني ندهن. شوفوا ندهن مليح مليح هكذا. تدهني مليح مليح وراكي ديري بالطبقة وتدهني. والسمن لازم يكون بارد، ذايب وبارد باش ما تقطعلكش العجينة. من بعد شوفوا طبقة مر طبقة، شحال حبيتي ديري 15، خاطر هي رقيقة كي تتورق تجي شابة. 15 ديري، 10 ديري، 6 انتي واش حبيتي. انا درت هنايا 10 ولا نسيت شحال، مي درت كمية كبيرة باش تجي عالية، انا حبيتها تجي عالية البقلاوة. وتدهني كل خطرة تدهني مليح مليح، كمية تاع السمن اللي تكون مليحة. انا اللي كنت ضفت لها مغرفه هكذا كبيره تاع زبده حره باش تمدلي بنه مليحه، وجات ما شاء الله ولا كليونت عجبتها. كملت كامل الطبقات، شوفوا الطبقات توعي كامل كملتهم. الطبقه الاخرى ما تدهنيهاش، تحطي هذاك اللوز تاعك المكسرات هذوك تحطيهم وتسقمي بالمغرفه، تضيفي وتخلطي. لازم ما تخليهاش فارغه، لازم تعبزيها مليح مليح باش ما تجيش فارغه لداخل، وسورتو لي كوان. وبديت نسقم بالكوبات باش تجي مستويه، ما تجيش معوجه، تجي جهه طالعه وجهه هابطه ولا جهه فارغه وجهه معمره. بديت نسوي فيهم مليح مليح، السطح نسوي فيه مليح بالكوبات. هايليك. وبديت نرش بكميه تاع ما زهر، نرش برك ما تشمخيهاش حتى تولي عجينه. نرش كميه تاع ما زهر هكذا غير شويه. هنا واحد الفنجال تاع ما زهر. من بعد بديت في القسم الاخير تاع البقلاوه. درت الطبقه الاولى اللي فوق اللوز وبديت ندهن تاني بالسمن دايب. تدهنيها مليح مليح كيما راكي تشاهدي. لا فيديو هي اللي راهي توضح خير من الكلام. زدت الطبقه الثانيه كيما درت لتحت درت الفوق. 10 طبقات لتحت والفوق هكذاك، نورمالمون 10 طبقات. هاي ليك زدت دهنتها مليح مليح وكملت كامل طبقات الفوق. وتدهني بين وشنو انا الفوق باش ما يطيروش. درت كميه تاع من سكر جلاس، تغرب لي غير شويه تاع سكر جلاس من الفوق، طبقه رقيقه باش يلصقوا مع بعضاهم وما يطيروش الورقات كي ديري هكذاك.
هاي لك. ودرت الطبقة الاخرى وتلصقي مليح مليح، ما تخليش الهواء في الوسط، وتدهني وراكي ترصي تحطي الورقة وراكي ترصي بيدك، تعبزي بيدك باش تجي مشمعة الطبقات يجوا مشمعين. هاي لك. شوفوا طبقة رقيقة تاع السكر بودرة باش تلصق مع بعضها. هاي لك كيفاش راني ندير. كملت كامل الطبقات وبديت نقطع بالمقص هذا الزايد، هذا كامل الزايد تنحيه بالمقص. شوفي كيفاش راني نحي كامل هذاك الوراق اللي خارجين على السنيوه ديجا يبسوا، نحيهم. وهادو تقدري تحمريهم وديريهم فايتين، ما ترمي والو. هنا بالكوبات راني نسي ندخل، شوفوا كيفاش ندخل داخل السنيوه هذاك الطرف باش تجي مستويه مليح. هاي كيفاش تجي، دخلي مليح مليح باش ما تخرجلكش من بعد الاوراق كي يطيبوا كي يكونوا في الفرن. شوفي كيفاش جات عاليه بزاف على السنيوه كانت هابطه شويه. من بعد درت لها بابي الومنيوم، ورق الالومنيوم، باش خفت تطلع هادوك كي تبدا تتورق تخرج على السنيوه، خاطر السنيوه ما جاتش عاليه بزاف وانا كنت حبتها عاليه. دوك تشوفوا كيفاش. هنا بديت نقطع بديت نقطع بالموس. انا قطعتهم مربعات. شوفوا نقيس ونقطع. عينك هي ميزانك، ولا حبيتي ديري بالمسطره ديري، ولا بالمول تاني عندك مول كاغي ديري به. تشدي وراكي تقطعي، لازم الموس يكون حاد مليح، ما تخليش طبقات يطيروا. تقطعي مليح مليح حتى لتحت. كملت كامل. شوفوا كملتها كامل سنيوه ودهنتها بالسمن هذاك اللي قعد لي مليح مليح، دهنتها بالسمن والزبده ودرتها في الفرن طيب على درجة 180 درجة حتى حمرت. واللوز المكسرات ما حمصتهمش خاطر ديجا في الفرن ديجا يتحمسوا، وخليتها طابت حتى ولات بيان دوغي. شوفوا الالومنيوم اللي درتو تو كي شفت البلاطو ماهوش عالي بزاف. من بعد بقلاوه هكذاك سخونه والعسل بارد. هاي ليك رفدت لي كيلو تاع عسل بلا ما تزيدي له والو باش تقعد البقلاوه توجور مقرمشه. لو كان تزيدي المزهر تولي معجنه. شربتها مليح مليح بالعسل حتى تشوفيها غارقه في العسل، ما تجيش ناشفه خاطر تشرب. من بعد كي تولي وتشوفيها تشوفيها مازالها معسله، عرفي بلي صاي راهي مليحه. وشوفوا زوقتها بالمكسرات اللي كنت درت لهم شويه تاع جلوكوز وشويه عسل اللي سخنته فوق النار، ودرت لهم هاد لي فروي ساك من الفوق. هاد المكسرات وسوريس كونفيت. وها هي الطلبيه اللي قلت لكم عليها مع لي فروي بريستيج اللي كنت درت لا فيديو من قبل تصيبوها في لاشين تاعي. هاد لا كوموند اللي راحت لاسبانيا ان شاء الله تكون عجبت مولاهم. نحصون المولات اللي دارت الطلبيه كانت ساتيسفات. نتمنى هاد الكيفيه عجبتكم تعملوها وتنجحوا فيها، ونتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين وكيفيات واحد اخرى ولا مواضيع واحد اخرى. والى اللقاء، مع السلامه.